إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم كل مشاركين ومتابعين قناة اسأل وجواب لتكنولوجيا المعلومات والسيارات. بشكركم شكر جزيل على اشتراككم في القناة. الحمد لله وصلنا 5000 مشترك، وإن شاء الله نوصل 10000 و100000 مشترك بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وبفضل متابعتكم وتشجيعكم لينا. ومتشكر جدا على التعليقات الجميلة والرسائل الجميلة اللي بتجيلنا على الإيميل، واللي بتشكرنا على اللي بنقدمه حتى لو كان بسيط. شكر جزيل لكم أجمعين، وربنا يجزيكم خير. زكاة العلم نشره وتعليمه، ويا ريت تنشروا وتشاركوا في كل مكان عشان القناة توصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفيد معانا بإذن الله. إن شاء الله هقدم النهاردة محاضرة تفيدكم في استخدامك للموبايل، وهي بتتكلم عن التطبيقات، اهم التطبيقات اللي ممكن تستخدمها على موبايلك. يعني انا قابلت كام تطبيق كده بستخدمهم، قلت ان انا اعمل بهم محاضرة على اساس برضو يفيدوا الناس. اكيد كل واحد عنده فكرة، والحكاية مش صعبة، انت ممكن تدخل على المتجر تحمل التطبيق اللي انت عايزه. لكن التطبيقات اللي انا قابلتها قلت اعمل بها محاضرة، انا متأكد ان هي ممكن تفيد غيري حتى لو بقدر قليل من المعلومة. تمام. من التطبيقات دي على سبيل المثال جات لي فكرة صغيرة كده، ان انا عايز استخدم الموبايل، اخلي شاشة الموبايل تقفل وتفتح معايا بدون ما استخدم زر الهوم او الباور، عشان ما استهلكهمش كتير. او لو انا ايدي مثلا مش نظيفة بشتغل في حاجة، او متوضي مثلا، او ايدي مبلوله ميه، او الى اخره، حاجات كتير كتير جدا جدا. فمش قادر ان انت تمسك الموبايل بايدك. هتعمل ايه؟ هتنزل التطبيق ده اسمه ويف تو لوك انلوك. التطبيق ده ممتاز جدا، بيخليك تستخدم شاشة الموبايل وتتحكم فيها، اضاءتها وقفلها عن طريقه. هتنزل التطبيق ده وتعمل اون للاعدادات بس كده. حتى بقول لك هنا السيرفيس از راننج، يعني هو جاهز خلاص للتشغيل اهو. تمام. وزي ما انت شايف في الصورة كده، بتمرر ايدك بس على السنسور اللي هو المتواجد بجانب السماعة العلوية بتاعة التليفون من فوق، فبتلاقيه الشاشة تقفل وتفتح معاك. تمام. ده اول تطبيق. تاني تطبيق معانا اللي هو اي دي في سكرين ريكوردر. التطبيق ده ممتاز جدا جدا، هو اللي بعمل بيه المحاضرات والشروحات. بمناسبة طبعا ان في ناس كتير من المتابعين وبعض الاصدقاء حبوا يستفسروا ايه هو البرنامج اللي انا بعمل بيه المحاضرات، عشان الدقة بتاعته ما شاء الله عالية زي ما انتم شايفين، ونقاء الصوت فيه ممتاز جدا جدا، وغير كمان ان مفيش اعلانات ولا وجع دماغ. التطبيق ده اللي هو الاي دي في سكرين ريكوردر ممتاز جدا جدا، بتقدر ان انت تستخدمه زي ما انت شايف. تمام. بتحمله وبتضغط هنا يعمل ريكوردر على طول على الزر ده. بتقدر تدخل على اعداداته، تتحكم فيه، الريزولوشن بتاعه بتتحكم من اول 240 بكسل في 426 لحد 720 بكسل في 1280، اللي هو الاتش دي او يعني ما شاء الله الهاي ديفينيشن. تمام. بيبقى دقة النقاء عالية جدا جدا، او تسيبها افتراضي يوز سكرين ريزولوشن، اللي هو حسب دقة الشاشة المتواجدة في الموبايل بتاعك. تحكم كمان في الفريم، اللي هو سرعة التنقل ما بين فريمات الشاشة وقت التسجيل. وطبعا كل ده انت هتختبره وتشوفه ان شاء الله. تمام. طبعا البرنامج الخاص بالشروحات والتسجيلات ده هدية القناة ليكم ان شاء الله، ينال اعجابكم. والروابط بتاع التطبيقات دي كلها ان شاء الله هتلاقوها في الديسكريبشن اسفل الفيديو، تحميل مباشر على طول. تقدر تدخل على الوصف اللي اسفل الفيديو، تقدر تضغط على الايقونة، اسف على الرابط، هينقلك للمتجر، تقدر تعمل تحميل مباشر على طول لكل تطبيق من التطبيقات دي. تالت تطبيق معانا اللي هو سكرين شوت تاتش. التطبيق ده ممتاز جدا، مجرد ان انت تحمله. طبعا انا مش هشغله لان لو شغلته بيوقف معايا التسجيل. تمام. استخدامه سهل جدا جدا. بتفتح التطبيق وبتعمل ستارت كابتشر عشان تعمل سكرين شوت. ففي الحاله دي بيبقى الايقونه بتاعت التطبيق دي بنفس الشكل كده، بتلاقيها موجوده معاك على الديسك توب هنا في كل مكان بتتنقل فيه على الموبايل. اي حاجه عجبتك تضغط عليها ضغطه كده. تمام. هنفترض ان هي دي مثلا، تضغط عليها ضغطه كده تقوم عامله سكرين شوت. بدل ما تستخدم زر الباور وزر الهوم في الموبايل بتاعك عشان تعمل سكرين شوت للشاشه او تاخد لقطه للشاشه، لا، من خلال ضغطه كده سريعه على الشاشه كانك بتلمس الشاشه كده يعمل سكرين شوت معاك. وانا متاكد ان هو هيفيدكم جدا جدا عن تجربه. كمان في تطبيق اللي هو ماي ابلكيشن شير. التطبيق ده يا جماعه مفيد جدا جدا في حاله ان انت عايز تشارك التطبيقات اللي عندك لاي موبايل حواليك، في حاله ان مفيش توفر نت. طبعا حد عجبه تطبيق من التطبيقات اللي عندك، وليكن تطبيق تسجيلات الفيديو، الاد فلاي، الادسنس، الانجري بيرد مثلا، لعبه زي دي، تقوم معلم على الحاجه كده وتقول له مشاركه.
يا اما بيعطيك لو انت عايز تاخد الرابط اللي موجود على المتجر وتعمل له مشاركه مفيش مشكله، لو انت عايز تبعت الاي بي كي اللي هو الملف نفسه بامتداد اي بي كي في الاندرويد مفيش اي مشكله وبتعمل مشاركه، فبيعمل نسخه من التطبيق ده وبيحفظها لك على فولدرات مدير الملفات. هنا تدخل على الملفات وتدخل على وحده تخزين الجهاز، هتلاقي عندك ماي ابلكيشن شير، شايف عمل لي نسخه للاد فلاي اللي هو التطبيق اللي احنا اخدنا منه لقطه دلوقتي او عايزين نعمل له مشاركه. تمام، فبتعمل مشاركه كده، انت بتعلم هنا وبتعمل مشاركه مثلا زي ما انت شايف، وبتقدر تبعت عن طريق البلوتوث او تبعت على شكل امتداد ملف مضغوط زد اي بي، او تصدره لكارت الميموري زي ما احنا عملنا دلوقتي، او تبعت على الجيميل او الايمو او الوان درايف او السكايب او البريد الالكتروني، او تحميل لتطبيق الصور، تليجرام، الخرائط، البث المباشر على الواي بث يعني واي فاي مباشر على طول تقدر تشاركه، حفظ للجوجل درايف، كل ده عن طريق الماي ابلكيشن شير. تطبيق هيفيدك جدا 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 وانا متاكد. عندك كمان تطبيق زي ترالي تلسكوب، ده تطبيق برضو ممتاز جدا، بتقدر من خلاله ان انت تستخدم الموبايل زي تلسكوب كده، يعني بمجرد ما تفتح التطبيق ده تقدر ان انت تقرب وتبعد بالكاميرا كأنك ماسك تلسكوب بالظبط، وكل ما تكون دقة الشاشة ودقة الكاميرا عالية معاك هيفيدك جدا عن تجربة طبعا. تمام، على سبيل المثال انا لو ضغطت هنا شايف تقدر زي ما انت شايف كده ما شاء الله عطيله دقة نقاء عالية جدا جدا، تقدر شايف تقرب. يعني انا الوقت عشان في مكان مغلق كمان، انا لو واقف بعيد مثلا وحاجة بعيدة زي ما انت شايف كده بتلاقي قربها لي، يعني مثلا كده شايف يقرب معايا لأقصى درجة. حاجة مفيدة جدا هيفيدك ان شاء الله. تمام، عندك كمان من التطبيقات اللي هو الكام سكانر، يعني بيبقى معاك سكانر محمول على الموبايل بتاعك في حالة ان انت عاوز تصور اوراق رسمية او تبعت اي صورة خاصة بيك، صورة شخصية او سي في او حاجة عايز تبعتها على الايميل او على الواتساب او تبعتها لاي جهة تانية، بس عايز تسحبها بدقة عالية، عايز تسحبها على شكل السكانر زي السكانر كده اللي موجود على الكمبيوتر. لو انت ما عندكش سكانر في البيت او في مكتبة بعيدة عنك او الكلام ده، الحكاية اتحلت خلاص عن تجربة. طبعا التطبيق ده استخدمته كتير في حاجات كتير جدا، مراسلة شركات وارسال ملفات لاصدقاء. تقدر ان انت تسحب الصورة او الحاجة اللي انت عايزها، تمام، وتسحبها سكانر وتعمل لها ارسال على طول، مفيش اي مشكله، بدقه نقاء عاليه جدا جدا. طبعا مجرد ما تفتح البرنامج هتعمل تضغط على التصوير هنا، تمام، وتختار اللي هو الوضع المفرد او الوضع المفرد ده، تمام، عشان تتحكم فيه دقة الحاجة اللي انت هتصورها. وعلى سبيل المثال احنا هنصور مثلا الحاجة دي مع بعض، شايفين يعني عملت مثلا كابتشر كده، اخدت الصورة. تقدر كمان ان انت تحدد الجزئية اللي انت عايز تقصها، يعني زي ما انت شايف كده ما شاء الله بحدد الحاجة اللي انا عايز اقصها كده، تمام، زي ما انتم شايفين، وبقول له تم اوكي. شايف بيعمل تشذيب او تظبيط للصورة. تقدر تخليها تلقائي اللي هي النقاء بتاعها، الصورة الأصلية إضاءة منخفضة، إضاءة عالية، تقدر تخليها اللون الرمادي كمان أبيض وأسود، تقدر تعمل أبيض وأسود، شوف حولها لي الأبيض وأسود زي ما أنت شايف، تمام، خليها الصورة الأصلية أو خليها مثلا تلقائي زي ما اتسحبت وتقول له تم. شوف هنا بمجرد ما يجيبها لي ما شاء الله، شوف لو بتكبر شايف دقة الصورة، دقة عالية جدا جدا ما شاء الله، يعني انت مش متخيل كأنك ساحبها سكانر بالظبط كده. انت وفرت حق سكانر ثمنه مثلا 300 400 جنيه مصري، تمام، او يمكن اكتر حسب سعر السوق. فتخيل كل ده عن طريق تطبيق صغير زي ده ما شاء الله بيحل لك المشكلة. وان شاء الله تطبيق زي ده يفيدكم في حياتكم العملية بإذن الله. عندك كمان تطبيق زي باتري تشارجر، ده التطبيق ده ممتاز جدا في حالة ان انت مثلا بتشحن الموبايل وبعيد عنه، مشغول في حاجة او كده ومحتاج ان انت تستخدم الموبايل بمجرد ما يشحن، تمام، او عشان لو انت محطه على الشحن في مكان وخايف مثلا ان انت يشحن وتنساه في المكان اللي انت قاعد فيه، لا ده انا بخليه ينبهني، تمام، بمجرد ما يخلص شحن ينبهني. اولا لو البطارية وصلت 100% ينبهني مثلا يعني، او 95% 99% حدد انت، تمام. بقول له مثلا لو البطارية نزلت ل 30% نبهني، تمام. بقول له يبقى فيها هزاز، وضع صامت، وضع ليلي، ما تقطعش المكالمة اللي انا شغال عليها مثلا، بمجرد ما تديني تنبيه تتحكم في كل حاجة. عندك قرنين المنبه مثلا، بقول له قرر المنبه 15 ثانية 10 ثواني، معاك لحد 30 ثانية. بقول له كمان اتحكم في الرنة، يعني انا مثلا بتحكم في الرنة دي، تمام، يديني رنة زي دي كده بمجرد ما يخلص شحن. ممكن تتحكم في الصوت، الصوت عالي الصوت واطي براحتك جدا،
تمام. وبيديك النسبة المئوية بتاعة شحن البطارية. طبعا كل ده عن طريق اللي هو الباتري تشارجر. عندك برنامج زي الفويس ريكوردر ده تطبيق مهم جدا برضه في حالة ان انت بتسجل محاضرات او بتسجل تسجيلات وندوات وحاجات من دي. انت ممكن تستخدم التطبيق اللي هو اللي جاي مع الموبايل، يعني اللي هو مثلا على سبيل المثال اللي هو ده مسجل الصوت ده، تمام، اللي موجود على الاندرويد نفسه. بس التطبيق ده دقة نقائه مش عالية زي ده، زي الفويس ريكوردر ده. فلما تحمله ان شاء الله هتلاحظ فرق كبير جدا، لانك كمان بتتحكم في الفورمات بتاعه. الريكورد نفسه تقدر تخليه هاي كواليتي بامتداد ويف، او ام 4 اي جود كواليتي، او 3 جي بي سمول فايل بامتداد اي ام ار. كل ده بتتحكم فيه باذن الله. تمام. آه، طبعا في كمان تطبيق هيفيدك اللي هو تطبيق السيكلينر ده. هيحسن من اداء الموبايل، يعني من خلال تصفحك للانترنت، مثلا بتستخدم جوجل كروم، فايرفوكس، بتستخدم مثلا اوبرا، سفاري، اللي هي المتصفحات دي كلها. من خلال استخدامك المتكرر هيحصل تراكم للي هي التمبروري فايل او الملفات المؤقتة من خلال تصفحك، فبتتراكم على المتصفح، فالمتصفح بيتقل معاك، فبتيجي مع الوقت تحس ان الجهاز بقى تقيل والتصفح تقيل ومشاكل كتير جدا لا تعد ولا تحصى. ومن خلالها طبعا بيجيلك بقى مشاكل للتطبيقات، التطبيق يقفل لوحده، رسائل خطأ، مش عارف ايه. كل ده انت بتتلاشاه وبيروح بمجرد ما تعمل تنظيف للجهاز وتحسين من خلال تطبيق السيكلينر. هتحمل التطبيق ده وعندك اكتر من حاجة، بيديك اكتر من حاجة، مثلا منظف، مدير تطبيقات، بيعمل تحليل اللي هو ستورج انالايزر، اللي هي اناليتكس، بيعمل تحليل للمساحة التخزينية بتاعة الموبايل، معلومات النظام. تمام. زي ما انت شايف كده بيقول لك الاندرويد بتاعك مارشميلو 6 مثلا، الرقم السري للجهاز كذا كذا. تمام. يعني حاجات كتير جدا ممتازة ما شاء الله. عندك كمان اللي هو مدير التطبيقات. هنا تقدر تدخل على مدير التطبيقات، تستخدم التطبيق اللي انت عايزه تعمل له حذف. التطبيق اللي انت عايزه تقدر ان انت تعمل له حذف، ازالة، او تطبيقات السيستم، او التطبيقات اللي معمول لها ايقاف. تمام. ستورج انالايزر دي تقدر من خلالها انت تعمل تحليل للمساحه، الصور بتستخدم قد ايه، الصوت بيستخدم قد ايه، الذاكره الداخليه بتستخدم قد ايه. كل ده بتقدر تستخدمه من خلال ستورج انالايزر ده. معلومات النظام طبعا احنا اتكلمنا عنها. زي ما انت شايف كده بيديك بيظهر لك الرقم السري بتاع الجهاز، تمام، البطارية، مستوى الطقس. تمام. وحدة المعالجة المركزية اللي هي السي بي يو، سنترال بروسيسنج يونت بتاعتك، المعالجة بتاع الجهاز نفسه بتستخدم قد ايه من امكانيات الجهاز وهكذا. طب عايز تنظف المتصفحات وتنظف الجهاز وتحسن اداؤه، هتضغط على تحليل وبعد كده تعمل تنظيف، هتلاقي الجهاز اداؤه اتحسن معاك جدا 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 ان شاء الله. دي كانت اهم التطبيقات اللي انا حبيت ان انا اشارككم فيها واكلمكم عليها، وان شاء الله تفيدكم وتعود عليكم بالنفع والخير يا رب باذن الله. طبعا اي اسئله او استفسارات ما تنساش تدعمنا بالتعليق والمشاركه والاشتراك في القناه، وتضغط على زر الجرس الموجود بجانب زر الاشتراك عشان يوصلك كل جديد على ايميلك بمجرد ما ينزل اي فيديو جديد في القناه. القناه هنا بتاعتكم، مش ملك حد. المعلومه بتوصل من خلالها لكل الناس. ممكن تكون معلومه بالنسبه لك بسيطه، ممكن تكون مفيده لغيرك. تمام. العلم مش حكر على حد، وزكاة العلم يعني نشره وتعليمه. وإن شاء الله ربنا يجزيكم خير على المساعدة والتقييم والتعليق. وأتمنى دايما تكونوا سند لينا كده دايما بعد ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله نوصل ل10,000 مشترك و100,000 مشترك، والحمد لله بفضل دعواتكم وبفضل استمراركم معانا وصلنا 5,000 مشترك. وإن شاء الله نوصل للعالمية بإذن الله. كان معاكم احمد المصري من قناه اسالوا قبل تكنولوجيا المعلومات والسيارات. تحياتي ليكم، واي اسئله واستفسارات انا تحت امركم، جاهز للرد والاستفسار عليها ان شاء الله. وتحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.